المكرونة ما تعجنش. بصوا سوا الرز والعدس، يعني مش محتاج كلام. والمكرونه الاسباجيتي طبعا بتتقطع بكل سهوله، ويعني مش قادره اقول لكم على الجمال بتاع حله الكشري. طبعا اللي حابب يعمل العيش بتاع الكشري يحمره في زيت غزير قبل ما يعمل البصلايه. بنقطع العيش مربعات كده صغيره، العيش الشامي، وبنقليه في زيت غزير، وبعد كده بنديله رشه ملح وكمون. يا رب تكون الطريقه دي عجبتكم. هستنى رايكم في التعليقات، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.